حكاية مكان بدأت معانا بسؤال واحد بس: ازاي في أماكن كتيرة في مصر ليها قصص كبيرة ومحدش بيحكي عنها؟ ليه دايما بنجري على الأماكن المشهورة بس، مع إن في أماكن تانية جمالها أكبر وحكايتها أجمل ومحدش لسه عارف عنها حاجة؟ اكتشفنا ان في اماكن حوالينا اقرب مما نتخيل، بس لسه الناس مش عارفه عنها حاجه. اماكن مليانه تاريخ واتنست فجأة، واحنا قررنا نرجعها للنور تاني. فضلنا نسأل ليه بنروح نفس الأماكن كل مرة؟ ليه محدش بيدور على الجديد؟ مع إن في أماكن أجمل مستخبية قدام عينينا. عشان كده قررنا نحكي الحكاية بطريقتنا، ببساطة ووضوح من غير كلام كتير. عايزين الناس تحس المكان مش تحفظ معلومات. حكاية مكان هي انعكاس لروحنا، لبلدنا، لزمانها اللي عمره ما خلص، لأن اللي ليه أصل عمره ما يضيع حتى لو الدنيا نسيته. معانا هتشوف أماكن جديدة عليك تمام، وتبدأ تكتشف جمال مختلف عن اللي أنت متعود عليه. جمال مصر اللي لسه مستني حد يشاور عليه. إحنا مجموعة شباب من كلية إعلام اشتغلنا على فكرة واحدة، نعرفكم على أماكن أثرية وسياحية في مصر محدش كان واخد باله منها. حكاية مكان مش مجرد مشروع تخرج، دي رحلة نرجع بيها روح الأماكن اللي اتنست، ونفتح للناس باب يشوفوا منه مصر بعيون مختلفة، عيون تقدر الحكاية قبل ما تلمس المكان. ودي رحلتنا، رحلة في قلب الزمان بنتنقل فيها بين الماضي والحاضر، واحنا متحمسين نكمل الرحلة. كل مكان جديد هيحكي لنا حكاية جديدة، وكل خطوة معانا هتخليك تشوف مصر بشكل مختلف. حكاية مكان، لسه الحكاية ما خلصتش.